السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين الوصفات بتاعت زمان دي؟ وصفة تجنن بجد بجد، حلوة قوي. اكيد طبعا يعني مش هيبقى كلنا عارفينها. دي العجة. طريقة بسيطة جدا وجميلة جدا وطعمها بجد كله قيمة غذائية مفيدة لينا ككبار وصغيرين. ووصفات اخر الشهر بقى، يعني اللي هو اللي بنزنق فيها يعني. يلا بينا نشوف عملنا ايه. احنا جبنا عندنا طماطم وعندنا بصل وعندنا خضرة بتبقى شبت على كزبرة، بس ما بحطش معاها بقدونس، وفلفل رومي وفلفل شطة وبيض. تمام. الكمية لازم تكون مش كبيرة قوي علشان الخضار ما يبقاش مغطي على طعم البيض، ولا البيض مش باين طعمه كده يعني. فاحنا هنحط بالظبط يعني 4 بصلات حلوين كده زي ما احنا شايفين، هنقطعهم. عندنا كبة نضربهم في الكبة عشان يبقوا قطع صغننة، ما تبقاش باينة قوي يعني جوه العجة نفسها، او نقطعها احنا قطع صغننة لو احنا مش عندنا كبة اصلا. تمام. انا ضربتهم في الكبة بصراحة، وبعد كده طلعتهم يعني اللي هم ولا صغيرين ولا كبار، يعني القطع نفسها المكعب نفسه بيبقى ولا صغنن ولا كبير، علشان انا مش عايزه الولاد يحسوا بطعم البصل جواها قوي، يعني عشان يقبلوا ان هم ياكلوها. بحط شويه زيت بقى على يعني ممكن عندنا زبده، مكعبين زبده بتبقى لطيفه قوي وخفيفه بصراحه. ما بحط السمنه، بس زمان كانوا بيعملوها بالسمنه البلدي اصلا كمان مع الزيت يعني. بس حطيت البصل زي ما احنا شايفين، وحطيت معاه مكعبين الزبده الصفراء وشويه زيت كمان، وبقلبها كويس. بسيب البصلاية ان هي مش تتحمر، ان هي تاخد تبقى مصفرة خلاص ودبلت جدا، واحنا هنشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي. تمام اهو، بصوا خلاص دخلت كده خلاص في النهاية بتستوي. فانا عايزة الوقت ده، لان هو الوقت ده بيبقى بيديني حاجتين للبصل، بيديني البصل خلاص مظبوط معايا، مبيبقاش اللي هو لسه ني يعني، بيديني ان هو بيبقى مسكر، دخل في دور السكر. فحطيت بقى الطماطم بتاعتي، كانت طماطمية كبيرة او طماطمية كبيرة ومعاها صغننة، اللي انتوا حابينه، بس مش بحط طماطم كتير يعني. وبعد كده بحط بقى الفلفل اللي انتوا برضو حابينه، عايزين شطة تمام، عايزين رومي بس تمام، مفيش اي مشكلة. هاجي بقى دلوقتي احضر خليط البيض بتاعي، عقبال ما الطماطم والبصل وكله يتسبك كده مع بعضه على النار يعني. حطيت 5 بيضات، وهحط عليهم بقى كمون، وهحط عليهم فلفل اسود وكزبرة ناشفة. ناخد بالنا، والملح نظبطه شوية يعني يبقى مظبوط معانا. بضرب بقى البيض كويس كده مع بعضه، اكني بعمل بيض اومليت. وبعد كده بضيف بقى يعني حاجات تانية معاه. ناخد بالنا كده اكننا زي بداية الكيك كده، بس مالح يعني. وبعد كده ببتدي احط بقى الدقيق بتاعي من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. تمام. انتوا ضيفوا يعني مقدار نص الاول، وشوفوا الدنيا هتبقى عامله ازاي، لان انا مش عايزه احتاج بعد كده في الاخر ان انا اضيف سوائل. وحطيت بعد كده معلقه بيكنج باودر او بيكنج صودا، يعني اللي انتوا حابينه او المتاح عندكم، بس هو البيكنج صودا بتبقى لطيفه يعني، بس انا ما كانش عندي في الوقت ده. حطيت بقى كل حاجه مظبوطه زي ما انتوا شفتوا كده، هي نص كوبايه دقيق. وبعد كده ضفت بقى الخليط بتاع الخضار، بس بعد ما هدي يعني، خليته هدي شوية. الخضرة انا بضيفها اخر حاجة خالص عشان لونها. ما ضفتش كل اللي كان معايا يعني، بضيف بس بشوف المقدار نفسه هياخد قد ايه. اقلب خليط الكيك زي معاملة الكيك بالظبط يعني. هقلب الخليط الكيك مع الخضار، وزي ما احنا شايفين انا كده مش هحتاج سوائل عشان الخليط بتاعي مش تقيل. لو لقيتوه تقيل معاك وزودتوا دقيق ولا حاجة، خدوا بالكم، يعني هنحاول نخفف شوية للقوام اللي انتوا شايفينه بشوية مية او شوية لبن. سوري. فخدوا بالكم بس من النقطة دي. واحنا هنا مش عايزين يا جماعة نكتر دقيق، احنا مش بنعمل كيك مالح او اي حاجة فيها دقيق كتير. احنا عايزين البيض يبان، لان دي اسمها عجة بالبيض. فاحنا مش عايزين البيض، غايتنا مش ان البيض هو اللي يبان، مش غايتنا ان الدقيق هو اللي يبان كيك يعني زي كيك. فخدوا بالكم بس من النقطة دي كمان، مش ان انا ازود، عايزين تزودوا بقى دي حاجة بتاعتكم انتوا. انا عايزة طعم البيض يبقى باين معايا. انا كمان حطيت 5 بس يعني، ما حطيتش اكتر، زمان كانوا بيحطوا كتير قوي بصراحة. بس فهي طلعت معانا زي ما انتوا شايفين، هي ما بتبقاش عالية يا جماعة.
بجد خطيرة. انا كانت عندي شوية خضرة اتفضلت وطماطم، وكان عندي تتبيلة بتنجان يعني، فحطيتها في الطماطم. بصراحة كان طعمها خطير بجد. أكلة مغذية ووصفات كده من بتاعة زمان، بجد خطيرة. عايزة بقى يعني بجد جربوها كده وقولولي طعمها عامل ازاي. ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين.